اهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين بي سبورتس. نرحب بكم في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة، حيث الكلام لا ينتهي وإثارة ومتعة النسخة المونديالية الحالية مستمرة في كأس العالم فيفا 2026. نرحب في المميزين من الصحفيين بدر الدين الإدريسي، نبيل التليلي، مساعد العصيمي وصابر الغراوي. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير، ونقول مبروك لنا كعرب، مبروك للمغرب، وديما ديما المغرب، وهذه البداية وما زال. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير زملائي الأعزاء، مساء الخير لكل المشاهدين العرب، مساء الفرح، مساء السعادة، مساء صناعة الأفراح، مساء البطولات، ومساء أيضا مغرب يأتلق ويتألق في المسرح العالمي. المنتخب المغربي قدم على كل حال أول خطوة على طريق المجد، ونتمنى إن شاء الله أن المنتخبات العربية الأخرى تحذو حذوه بمشيئة الله. بمشيئة الله. وفي مثل المغربي يقول دير النية وبات مع الحية. ومهما كانت الحية هولندية ولا غيرها، لكن دام النية الحمد لله. احنا دايرين النية في ياسين بونو. نديروا النية في ياسين بونو، وياسين بونو كالجبل ما شاء الله. احنا ديرنا النية في المغرب، وان شاء الله في مصر، وان شاء الله كذلك مع الجزائر. الطريق الى النهائي، الطريق النهائي بعد تأهل 4 منتخبات الى ثمن النهائي كما هو ظاهر امامكم. الجهة اليمنى من تأهلت البرغواي، تنتظر فرنسا والسويد. أول مواجهات دور ثمن النهائي التي بيّنت رسميا هي مواجهة المغرب أمام كندا، ثم البرازيل تنتظر إما النرويج أو كوت ديفوار، وكذلك المواجهات المتبقية في هذا الدور: البرتغال كرواتيا، اسبانيا النمسا، امريكا البوسنة، بلجيكا السنغال. اما فيما يخص المواجهات للجهة اليسرى، المكسيك، الاكوادور، انجلترا امام الكونغو الديمقراطيه، الارجنتين والراس الاخضر، استراليا، مصر، سويسرا، الجزائر، واخر مواجهات هذا الدور رسميا كولومبيا وغانا. المغرب اسود الاطلس يواصلون في كتابه تاريخ مشرف يجعلنا جميعا نفخر في هذا المشروع وهذا المنتخب. نتابع ما ردد نجوم المنتخب المغربي. مبروك علينا، وما زال والمغرب في القمه، والرايه ديما عاليه. تأهلت بعدما أخرجت هولندا في ركلات الترجيح. يا بدر، شعور يعني مختلف، يغمر فخر واعتزاز وابتسامة لهذا المنتخب الذي واصل كتابة التاريخ بداية من هنا في هذه النسخة المونديالية السابقة التاريخية اللي عشناها بشرف كذلك واعتزاز من ناحية تنظيمية وكذلك المستوى الفني. اليوم يستمر المنتخب المغربي في كتابة التاريخ. كل كلمة قلنا في حق هذا الفريق بالأمس وتذكرها، حاولت أن أختزلها في بعض الأبيات وهي مرتجلة على كل حال، وكأنها صدقت على الوصف، لأنه من وردت أسماءهم في هذه النطر البسيط جدا أنهم كانوا أبطال. صحيح أن البارح الكل كانوا أبطال، يمكن نقول لك على أنه واحد من الأيام الجميلة، لأنه نبض الشارع المغربي، نبض الشارع العربي كله كان يعيش بوجدانه مع هذا الفريق، يعلق أماله، لأنه يعتقد أن هذا الفريق قادر على أن يحقق الأحلام. ماذا كتبت؟ وقد حقق. لا، في أغنية جميلة جدا تغنى بها المطرب الكبير محمد عبد الوهاب بالمغرب، جميلة جدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والفرحة الكبرى من بساتين وعنبر، من كل بيت، كل حصن، كل منبر، قنديل أفراح، قنديل أفراح، ولون ثوب أخضر، عرش وشاب، عرش وشاب، أي حب، أي حب لا يقدر. وانتهى الكلام. يا سلام يا سلام، الله ما شاء الله عليك. يعني الله. صراحة بنتظر صابر إن شاء الله. انتهى إن شاء الله، إن شاء الله، وحنا أصلا صابرين على صابر. يعني سأعينه بكل حال. على كل حال، لا أختصر، مباراة نموذجية، مباراة بطولية، مباراة بكل المقاييس أظهرت معدن
المغرب الحقيقي. لانك يا مشاري لما تشاهد منتخب هولندا اولا يدخل المباراه بخطه دفاعيه صرفه، تشاهد هولندا طوال المباراه بيدافع، فبالتالي انا اعتقد هذا اعطى لهذا المغرب جداره انه ينتقل الى الدور المقبل ان شاء الله. اخذ الوقت مساعد ما شاء الله، ويحق له صراحه فرحه عربيه مغربيه ويغني. صحيح. لكن انا اولا طبعا اهني المغرب واهني نفسي حبيبي، شكرا. اهني نفسي على هالفوز. لكن قبل ان اتحدث عن الانجاز او الابهار المغربي او عن نظريه بونو الجديده او عن اسقاط كليمنت، اسقاط هيبه كليمنت، ومن هو كليمنت بنتكلم عنه. اسقاط هيبه كليمنت. طبعا اقول انه بعد مباراه البرازيل انا تحدثت قلت المغرب في النهايه هناك من رد وهناك من غضب، وهناك للاسف زملاء اعلاميين بعضهم قال انت تبالغ، انت كيت، ورد وردود. لكن الان انا التفاؤل يزيد واقول ان شاء الله ابعد من النهايه البطوله. طيب هذه المغرب هيبه كليمنت. طبعا هيبه كليمنت بتحدث، لكن في المباراه كان الحارس بونو اوجد نظريه جديده في التصدي. شفنا الحركه ايش اللي جعلت، وحتى كتب عنها كتابه انه لاول مره تحدث انه حارس، وبعدين ايش الصده اللي سواها العظيمه. طبعا هذه نظريه بونو الجديده. بالنسبه لكليمنت هذا كليمنت هو العالم الفيزياء والرياضيات الالماني اللي تنبأ ب3 نهائيات وصدقت. لكن المغرب انت دخلت مع المغرب، انت ما تقدر تجاري المغرب يسقطون نظرياتك. وتنبأ في هذه البطوله لمين البطوله؟ لهولندا. صحيح. لهولندا، تنبأ لهولندا. لكن من اسقط هذه النظريه؟ من جعل المغرب انه عاد خلاص. طبعا هذا الشخص كانت كل المواقع وحتى الوكالات تاخذ برايه وتكمل. لكن الان احنا اسود الاطلس، وكما قال ختاما كما قال الكابتن حكيمي قبل ركلات الجزاء، قالوا له يا حكيمي، يتكلمون معه حتى واضحه في الصور، انه هل المغرب قال احنا اللي بنفوز المغرب. قال ليش؟ رد عليه الاعلامي قالوا ليه كيف تفوزون كذا؟ قال احنا علاش ما نفوز ومعنا بونو؟ قال احنا نفوز. هذه من اجمل الكلمات اللي سمعتها الحقيقه. تصدي بونو ذكر مساعد والكثير يا صابر في هذا التميز وهذا الابداع. اذن بونو حارس كبير بامكانيات كبيره، وظهر في المواعيد الكبيره، وبالامس كذلك في ركلات الترجيح. اللي يواجه بونو الله يكون في عونه. الله. كمان نرد على بدر ونقول الاسود العملاقه تواصل الانطلاقه بالاداء الرائع والمستويات البراقه. يا سلام عليك. ديما مغرب ديما جابوها بالعزيمه، وعيسى ديوب طبيب القلوب، مستويات رائعه. دي نظريه بونو. طبيب الرؤوس، الضربه بالراس. هي على الوزن. عيسى ديوب طبيب جميل القلوب. والله جميل. نظريه بونو اللي بتكلم عنها مساعد، انا بس عايز افكر انه دي مش اول مره يعملها بونو، عملها قبل كده في افريقيا، نفس الحركه ونفس التكتيك بالسيمي الفاينل مع نيجيريا. صحيح، برافو عليك. بنفس الحركه وبنفس التكتيك. ساعتها البعض والحقيقه وانا منهم اعتقدت انها ممكن تكون صدفه، انما النهارده تكرارها بهذه الكيفيه، التكتيك اللي عملوا فيها اوحى للاعب ان انا سايب لك الزاويه الفاضيه دايما. هذه الحارس هذه صحيح، برافو عليهم كمان الشباب معانا على الخط. والله ممتاز. فلما يكررها مرتين الشباب معك على طول، ما تطلبوا على طول موجود. بنفس الشباب ما شاء الله عليهم. بنفس التكتيك بيدي ايحاء اللي بيسدد الكرة ان الزاويه الثانيه فاضيه، فعشان ما يشوطش فيها بيشوط في الزاويه الضيقه، لان الحارس دايما بيترمي في الزاويه الواسعه، فلا بيعكس الكرة وبيجري، لانه كمان عشان يترمي التكتيك للحارس، يمكن بدر يعرف ديت، عشان تترمي مش هتلحق تجيب اللي تحتيك مباشره، فبيجيبها وهو واقف، وده تكتيك اكثر من رائع. انا شفت استدلالك في بدر لانه حارس سابق يعني. لانه حارس سابق مساعد. بس انا عندي عتب على بدر. اول حارس يعتزل بعمر 19. طالما جبت بدر طالما جبت سيره بدر يا مشاري، اي شيء تقولونه مقبول منكم. انا عندي عتب على كل شيء. لكن الدعوات الغداء والعشاء المساعد يعني طبعا انا عندي عتب على بدر. طالما انت جبت سيره بدر، كنت اتمنى النهارده يبتدي الحلقه باعتذار صريح لمحمد وهبي، لانه هاجموا بشراسه المباراه الماضيه وانتقدوا بشده في المباراه الماضيه، وقال لك اخفاقات تكتيكيه رغم انه كان فايز بال4. وانا قلت له ساعتها ده تكتيك مدرب بيريح لعيبه، بيريح ايوب بوعدي وبيريح مزراوي وبيريح اللعيبه ديت، لانه المشوار القادم اصعب. اعتقد النهارده انه محمد وهبي رد عمليا على بدر في الملعب. الرد لازم اعتذار.
والله يعني على الاقل كان يشيد بيه، ده ما جابش سيرته. لا ما جابش سيرته في كل المقدمه، اتكلم عن اللعيبه على الاقل كان يشيد بيه. نحن محمد وهبي شفنا اولا يعني قصدك انت محمد وهبي امام هايتي بعد الفوز بالاربعه. لا توقع بيني وبين محمد وهبي. لا اوقع، انا بتكلم على واقع حصل. لا شوف، انا انتقدت اداء المنتخب المغربي خلال الجوله الاولى لمباراه هايتي، هذا فقط. لم انتقد المدرب، بالعكس انا دائما ما اشيد بفكر محمد وهبي، وبقول بانه اكثر واحد يستحق. يا بدر انت قلت اخفاقات تكتيكيه. لا كان اللفظ قاسي، هو صابر انك تسمع الكلام. كان اللفظ قاسي. تعتذر لانه محمد وهبي لا يستحق. محمد وهبي يستحق الدعم حتى اعتذر ضد وهبي، وكانت قاسيه اخفاقات تكتيكيه عليه. نبي نفصل في كل ما سمعنا في البدايه. تفضل. نبدا بونو لانه اخر شيء تكلمنا عن بونو. عندما تقفل الابواب نجد بونو يملك المفاتيح. المغرب عندما بحث عن بطل لم يرجع الى التاريخ لانه وجد بطلا في المرمى. المغرب لم يتأهل فقط بالامس، لكن المغرب كتب صفحه جديده وجعل الايمان وجعل كل احلام العرب تمشي على قدمين. المنتخب المغربي بإنجاز اللي حقه امبارح خلى الكل وخلى خاصة الجماهير العربية الأمل متاعها يكبر، وعرفنا أنه الحلم اللي كان بالأمس صعب المنال اليوم أصبح حقيقة. أنا تابعت وسائل الإعلام الهولندية، فيه إجماع كامل على أنه المغرب امبارح كان يستحق الفوز. حاجتين تكلموا فيهم، تكلموا في أحقية المغرب بالتأهل، ووجهوا انتقادات للمدرب كومان على الخوف المبالغ فيه وكيف غير من 4 مدافعين إلى 5 مدافعين، وهذا يوري خوفه واحترامه الكبير لمنتخب المغرب. يا اخي ما شاء الله عليه. بس الاحتفالات، بس عفوا صار الرباط يا بدر وانت من الرباط. هذا احتفالات اليوم صباحا، الرباط وكل المناطق والمدن في المغرب لم تنام من هذه الفترة. يا مشاري، المباراة بالنسبة لنا هنا في الدوحة تزامنت مع صلاة الفجر. صلينا صلاة الفجر وبعدها مباشرة ذهبنا إلى مشاهدة المباراة. في المغرب تزامن بداية ضربات الترجيحية مع صلاة الفجر، وتصور عدد الدعوات اللي كانت تصعد من كل المنابر، من كل المسجد، من كل البيوت، حتى تجعل أن هذا المنتخب المغربي يعبر. فرحة عارمة ليس فقط في العاصمة الرباط، لأن العاصمة الرباط يخليوا الجمهور يروح على مركب ملعب مولاي الحسن، لكن في كل المدن المغربية كانت ليلة بيضاء يا مشاري. محمد وهبي مدرب منتخب المغرب، وعيسى ديوب صاحب الهدف التاريخي في آخر لحظات الشوط الثاني، تحدث بعد هذا التأهل التاريخي وفرحة مستحقة وفخر لجماهير المغرب. نتابع ماذا قال. Il mérite tellement, sincèrement, il mérite tellement. Il est arrivé assez tard dans cette équipe. Je le voyais encore hier à l'entraînement, à l'échauffement, tout à l'heure. Comment est-ce qu'il coach tout le monde avec son calme, comment est-ce qu'il parle à tout le monde. Il nous apporte cette force tranquille, comment il est intégré aussi dans le groupe. J'en ai rêvé, je lui ai dit, j'en ai rêvé. J'ai rêvé qu'il allait, pas peut-être ce match-là, un des matchs, mettre un but super important de la tête pour le Maroc. Je lui ai dit à la fin du match, je ne savais pas que c'était aujourd'hui, mais je savais que ça allait arriver, il le mérite amplement. Et donc voilà, et on continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair, c'est un dénouement qui crée beaucoup d'enthousiasme, d'envie, on a envie de fêter ça. Mais il faut rester vigilant parce que le prochain match, c'est un autre problème, c'est un autre profil et il va falloir bien se préparer. Racontez-nous votre but. Vous le voyez arriver de loin, ce centre, vous êtes monté? Oui, je suis monté. Pour tout vous dire, je ne sais pas trop ce que je faisais là, mais bon, c'était la fin du match. Et on sait très bien que Shems, il a cette qualité de centre-là, donc j'ai juste essayé d'aller dans un espace et marquer. Bien sûr, on a des bons joueurs. Maintenant, ça passera par nos performances. Comme vous l'avez dit, c'est qu'un 16e de finale. Il y a encore beaucoup de matchs. Et si on veut démontrer à tout le monde qu'on est une grande équipe, il faut aller loin dans cette compétition. صاحب الهدف عيسى ديوب من خلال تصريحه ذكر أنا أصلا ما أدري يعني شلون شعرت أو كنت في هذه المنطقة وسجلت هذا الهدف. ومحمد وهبي كذلك مساعد ذكر أني أنا حلمت أن عيسى ديوب سيسجل
هدف. وان شاء الله انه يحلم انه يحققوا الكاس لانه رجل صادق مع نفسه ان شاء الله. لكن انا دائما اسمع كلمه انقضك الصقر، احس انه فيها مبالغه. الحقيقه انا امس شفتها من عيسى، انقضك الصقر. من اللي معه عيسى؟ هدف جميل. من اللي معه؟ فان دايك اللي لا احد يبارزه في الكرات الرأسية. تجاوزه، والحقيقة عيسى ديوب قدم هدف سيخلد حتى يعد من أفضل الأهداف في البطولة. أولا طريقة ضربة الرأس، ترى ما هي ضربة رأس عادية، الميلان والاستدارة كانت بشكل. أما بالنسبة لمحمد وهبي، أنا ما أحب دائما أتكلم عن التكتيك أو الأشياء الفنية، لكن يا أخي فرص التسجيل. أنا تكلمت وذكرت لزميلي بدر، قلت والله الحمد لله أنه طبعا ما فازت. لو فازت هولندا أن تضع تمثال لحارسهم، تصدى بخط الستة. لم يمر فرص تسجيل بهذا العدد. أي هولندا اللي مرشحة لتحقق كأس العالم؟ إذن المغرب أنت لا تستبعد المغرب في أي شيء، ولهذا سقطت نظرية يوخيم كلينت اللي هو نعم أعطاك عين صابر. هل أنت هذا جارك بعين يوخيم كليمنت؟ يوخيم كليمنت الحقيقة اللي توقع 3 نهائيات، لكن أمام المغرب يعود وخلاص، انتهى دوره الان 0. نعم الشيء بشيء يذكر منك لابس قميص اصفر، ترى عيسى ديوب على اهداف ماجد عبد الله الرأسية. والله صحيح. بس لا ماجد معلش عفوا، ماجد في الارتقاء ما حد زيه. جمال الهدف وروعته بصراحه. انا بعترف ان انا جه في وقت انا كنت فقدت فيه الامل، وخصوصا بعد كوره سفيان رحيمي. قلت خلاص الكوره مش عايزانا خلاص، يعني حسيت انه ايه، مش عايز اقول لك تشائمت، بس قلت هي الكوره احيانا بتديك ظهرها تماما. وفي كوره سفيان رحيمي يعني الفرصه دي لو اتكررت مليون مره، والمراوغه الرائعه اللي عملها والتسديده انها تخبط في رجل الحارس وبعد كده في ايديه وتخرج، ساعتها قلت خلاص هي الكوره ادتنا ظهرها. عشان كده الهدف روعته طبعا، ده رائد فضاء، ده عيسى ديوب ده رائد فضاء نازل من السماء ما شاء الله بهذه الروعه وبهذه الكيفيه، يحرز الهدف. فرحه غير طبيعيه بالهدف، لان التوقيت خلاص حسينا انه بعد التعادل رجعت الكوره تاني ورجعت في ملعب المغرب، والمغرب هيفوز بعدها. نبيل هدف جميل. هدف جميل، هدف يعني يتكلم على الارتقاء ولا التوقيت ولا النهاية. هدف ستتوقف عنده الذاكرة طويلا عندما نتحدث عن مباريات المنتخب المغربي، وأنا أعتقد أنها عدالة السماء، لأنه المنتخب المغربي بالأمس لم يكن يستحق شيء أفضل من التأهل. أنا حبيت فقط كلمة على المدرب محمد وهبي. أكيد كلمة، لأن الكلمة الأخيرة يعني، لأنه هذا المدرب لم يبحث عن الأضواء فذهبت إليه الأضواء. يا سلام. محمد وهبي مدرب خلوق، مدرب خجول، مدرب هادئ، يعرف ماذا يريد بالضبط. هذا المدرب مع كل مباراة يكتب سطر جديد في علاقة نجاحه مع المنتخب المغربي. الأمس أو صباح اليوم كانت مواجهة المغرب وتأهل التاريخي أمام المغرب في مكسيكو سيتي، لكن المغرب تحديدا في عام 1970 دخل كذلك يا بدر في العلم المكسيكي كما نتابع، وكانت بداية ترديد النشيد الوطني المغربي كما نتابع معكم، وردد الجميع بداية منبت الأحرار مشرق الأنوار. صورة مشاري تعود إلى سنة 1970، أول مباراة يأخذها المنتخب المغربي أمام منتخب ألمانيا، وكانت بمدينة ليون بمكسيكو. وحرص لاعبو المنتخب المغربي على أن يرفعوا العلم المكسيكي عند دخولهم إلى الملعب، وأيضا باقة ورد أهدوها الجماهير. من هذه اللحظة بالذات 1970 مضت كم سنة لحد الآن، نشأت علاقة حميمية ما بين الجماهير المكسيكية والمنتخب المغربي. تجددت العلاقة سنة 1986 كيف ناصرت الجماهير المكسيكية المنتخب المغربي الذي كان أول منتخب عربي إفريقي يعبر إلى الدور الثاني. ثم أيضا لما جت هذه المباراة، مباراتنا أمام منتخب هولندي فجر اليوم، أعادت الجماهير المكسيكية هذه العلاقة الحميمية وانضمت إلى الجماهير المغربية في مساندة أسود الأطلس. فكانت الصورة رائعة جدا، وأعتقد أنها توثق لعلاقة حب بين جماهير المكسيك وأسود الأطلس. تأكيد لكلامك، الجماهير المكسيكية بالأمس شجعت المغرب كما نتابع معكم هذا الدعم الكبير السابق، وحصل باليوم تشجيع الجماهير المكسيكية للمغرب. نتابع.
إذا دعم الجماهير المكسيكية واضح سابقا حتى اليوم يا مساعد في منظر جميل. شوف الجماهير المكسيكية جماهير وفية وفال خير على المغرب المكسيكي. وفية هي شوفها كيف كانت تشجع المنتخب الكوري وتشجع المنتخب المغربي. عندهم وفاء، عندهم ما ينسون التاريخ. وبين وبينك من أفضل الجماهير اللي عرفناها جماهير هم من أنشأوا المتغيرات في التشجيع اللي هي الأمواج كلها بدأت عام 86. نعم. إذا أنت أمام جمهور عظيم يتابع الكرة الجميلة، يعطيك البعد الأكبر في التشجيع وفي القيمة. نعم. ما ادري ايش اللي اقول عنه، لكن الجمهور المغربي الجمهور هذا في هيوستن والجمهور المغربي ايضا. نعم. الجمهور المكسيكي كمان الاستعراض طبعا رائع عمله بدر، بس في محطه كمان في النص لا يمكن ان نتجاهلها، علاقه الجمهور المكسيكي بالجمهور المغربي هنا في 2022، لان الجمهور المكسيكي كان من اهم حلقات الروعه هنا في 2022، وكان في تجانس كبير ما بينه وما بين الجمهور المغربي، لان الجمهور المغربي كمان في 2022 كان عامل حاله استثنائيه، وبالتالي اعتقد انه ده استكمالا للعلاقه التاريخيه اللي سردها لنا بدر بطريقه رائعه. هو سردها بس في شيء راح عن باله يا صابر، ان اول مره تم ترديد كلمات النشيد الوطني، واحنا انتظرنا منك بان الفرحه اليوم تاريخيه والمغرب جميعها فخوره وسعيده الجماهير، احنا كعرب كنا انتظرنا في ترديد. سارويها يمكن ارويها بسرعه. وترديد ترديد النشيد البدايه. قبل المونديال 1970 كان النشيد المغربي عباره عن لحن، وضعوا واحد فرنسي سميتو ليو مورغان. بعدين لما جاء المنتخب المغربي يشارك في نهائية كأس العالم 1970 تفطن المرحوم جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى أن الفريق الوطني لا يمكن أن لا يردد نشيدا خلال عزف النشيدين الوطنيين في أول مباراة من المونديال، فوجه تعليماته على أساس أن توضع الكلمات، ووضعها شاعر كبير المرحوم علي الصقلي، وبه بدأ النشيد الخالد منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه. جميل. الجماهير المغربية سعيدة فخورة بمواصلة الكتابة التاريخ فيما يخص منتخب بلادها بشكل خاص المغرب، وبشكل عام لنا كفخر العرب نتابع ماذا قالت وعبرت من خلال هذه الفرحة التاريخية. منتخب المغرب أشرف حكيمي ذكر ما حدث في قطر لم يكن صدفة أو حظ. مواصلة كتابة التاريخ تحتاج إلى عمل وجهد كبير وإلى نجوم بحجم نجوم المغرب. نتابع ماذا قال. Ouais, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était la chance. Qu'est-ce que ça passait à Qatar? Ben nous, on a resté concentrés. Le travail, ça paye. Aujourd'hui, ça payait. On devait rester concentrés, humble, comme on a fait depuis le début. Et on va aller ça là jusqu'à la fin, ça là. تريد أن تعلق؟ اولا اشرف حكيمي العميد والقائد البارح لغايه الاسف اضاع ضربه ترجيحيه، لحسن الحظ انه ياسين بونو كالاسد وقف في المرمى وانقذ، وبعد ذلك سجل اسماعيل الصباري. لكن ذكر نقطه ان كمان كان يتوهمون على ان ما تحقق في نسخه قطر كان ضربه حظ. تاكدوا اليوم من ان هناك استمرار، لكن المهم يا مشاري ان ما يتحقق اليوم في مونديال 26 يكاد يكون نسخة كربونية مما حدث في مونديال قطر، نفس الشيء تقريبا. وكذلك نفس الأمور تكررت خصوصا مع احتفال النجوم. صيباري مع عائلته احتفلوا في النسخة الماضية مع عائلاتهم يا صابر، نشاهد مع والدته في لحظة جميلة. ليش ذكرتك أنت؟ لأن مشاعرك يعني تعبر عكس مساعد. يعني تفضل. صيباري عامل بطولة تاريخية، وكمان استكمالا لهذه البطولة. صحيح لم يسجل أثناء المباراة، ولكنه أحرز الركلة اللي رجحت كفة المنتخب المغربي. حاجة جميلة جدا. أحيانا في لحظات تخليك تتفاعل معاها لدرجة إن دموعك ممكن تنزل من هذا التأثر، بس لا تقسو على مساحة. وإحنا طبيعتنا كعرب يعني بنميل لمثل هذه المشاعر. بنشوف علاقة أشرف حكيمي بوالدته، علاقة صيباري بوالدته، علاقتنا كلنا كلاعبين وكجهاز فني بالأسرة. بتكون الأسرة دايما حاضرة وبتشجع. ويمكن معظم النجاحات لأنه كل لاعب عايز يسعد بلده وعايز يسعد أسرته كمان. نعطي مساعد فرصة لمشاعره أن يعبر. تدري شو المختلف اللي مختلف في احتفاليات المغرب؟ شوفها من 22 واللي بعدها. احتفاليات المغرب دائما مع الأم،
المغربيين الام والعائله. الام اكثر شيء تلقاه اول ما يتوجه. احنا نشوف الاحتفالات الاحتفالات الاوروبيين، طبعا اللعيبه الاوروبيين دائما مع زوجته تنزل واولاده يدور في لكن المغاربه لا، يقفز يروح لوالدته ويرجع البركه. هذه البركه الفضل الاول اكيد، هذه البركه والمباركه. وانا اقول الله يوفقكم اللي هذه مبادئكم. نسميها رضا الوالدين، رضا الوالدين، رضا الوالدين في كل مكان في كل. لكن ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله انهم اكيد بيكونون ابعد وابعد. شوف يعني حتى ما تجد منظر جميل طبعا يا اخي، الوالدين ورضا الوالدين منظر جميل. واكيد يعني هم يعني دائما نبحث عن رضاهم، لكن أكيد. قد يكون ابو احمد يعني عنده مشكله، خافات تزعل ام احمد ولا شيء، دائما يقول مع الوالدين. طبعا صح. كل ما ذكرت العائله، كل ما ذكرت العائله مرضي والدي طبعا، كل ما ذكرت لك العائله لا والله الحمد لله راح صوتك. ام احمد راح صوتك. انا الصوت. لا انا راح الصوت. صابر الصباري الصوت خلاص اختفى. لا خلينا عند النبيل. راح الصوت هذا. استرجع صوتك يا سعد واسترجع قواك. تفضل يا نبيل. حبيت نعلق على الصور هذه، صور جميله، صور تعودنا عليها. والى اليوم صوره حكيمي مع والدته الى اليوم ما زالت عالقه في الاذهان. كنت نحكي على حكيمي في قدمه سرعه وفي قلبه وطن. صحيح. حكيمي يعطي رساله انه ليس فقط لاعب تبني عليه الخطه، فكانه هو الخطه كامله نتاع المدرب. حكيمي اليوم اصبح خلى المنتخب المغربي وساهم مع زملائه في جعل انه المنتخب المغربي صار منتخب عالمي. واحنا شفنا الجماهير المكسيكيه وتعاطفها مع المنتخب المغربي وتفاعلها وتشجيعها للمنتخب المغربي. هذا يثبت انه المنتخب المغربي اليوم صار مثل المنتخب الارجنتيني والمنتخب البرازيلي، يعني صار منتخب عالمي. صحيح. كذلك لقطه عاطفيه لخاكبو من سجل الهدف بالامس. كما نتابع خاكبو يا صابر يفقد ابنه الذي توفى خلال الحمل، وكذلك بعد تسجيله خصوصا رفض مغادرة معسكر المنتخب، وبعد تسجيل الهدف كذلك شاهدنا الدموع مع والديه. صحيح. يعني من ضمن المشاهد الحزينة في المباراة كلها سعدنا بنتيجتها، ولكن المواقف الإنسانية ديت الواحد بيتوقف عندها كثيرا، لأنه عشان بس الناس حتى الجماهير اللي بتنتقد وبتهاجم وبتزعل وبتغضب وبتفرح تبقى عارفة إن في بشر داخل أرض الملعب، والبشر دول عندهم أسر وعندهم مشاعر وعندهم أطفال وعندهم أمهات وعندهم آباء، فلازم تبقى أنت بتتعامل مع الشخص أو مع اللاعب على إنه إنسان مش آلة بتتعامل وتهاجم وتنتقد. نعم. هو طبعا ما احتفلش هو في مكانه، يعني تضامن اللاعبين وتماسك وتكاتف اللاعبين حوله يدل على أن هناك مشاعر يريد أن يكونون معه وخلفه وداعمين له، وكذلك الدموع تعبر يا نبيل لهذا النجم. سجل أولا لكن تأثر لموقف يتأثر من خلال الجميع. في لقطات فرح تبقى محفورة في الذاكرة، وفي لقطات ألم وأسف أيضا تبقى محفورة في الذاكرة. هذا تأكيد الكلام اللي قاله صابر إنه اللاعب هو في النهاية هو بشر. شفنا احنا موقف ديشان لما راح بعد وفاة والدته ورجع، يعني فما تعاطف إنساني. الكلام على المساعد انه الحالات الانسانيه هي انسانيه. لما اخر مره كنت ضد بعض المواقف، لا الحالات الانسانيه وما زلت ضد بعض المواقف، يعني الحالات وما زلت هي يعني لاعب زوجته حامل اترك المونديال. هذا ضد هذا الموقف زين. هذا توفى ابنه وامه في المدرج حاضرين والدموع حاضره. لا نبيل ذكر لما يكون الوفاة غير، لكن لاعب يترك معسكر المنتخب ليش؟ انه سيقف مع زوجته في فترة الولاده. ما اعتقد يا اخي. هو بالنهاية موقف نحن نحكيه على بالنهاية موقف انساني صعب انساني، لكن فيه واجب وطني. واجب وطني. ينهي نبيل في هذه الفكرة ان المشاعر تتحكم فينا، سواء كانت فرح او كانت حزن، في مسألة تأهل، في مسألة تأثر بالعائلة بالوالدين بالجميع، نبقى عبارة عن كتلة مشاعر تحركنا. هذا المستديرة اما فرحا او حزنا. نختم بدينا معك في المغرب ونختم معك محور المغرب. ماذا تريد ان تقول؟ اليوم حققنا انجاز الوصول الى الدور الثمن النهائي. امامنا ان شاء الله اختبار جديد، نتمنى انه يلحقوا بنا المنتخبات العربيه الاخرى، لكن في كل الاحوال يبقى الان ان لحظه الفرح انتهت. طوينا صفحه منتخب هولندا،
عبرنا المباراة الأصعب أنا في اعتقادي وقلتها عبرنا الحاجز الأصعب لكن مع ذلك كل ما سنستقبله من مباراة سيكون صعبا والبداية إن شاء الله ستكون بالمنتخب الكندي إن شاء الله. أنا أتوقع ربع نهائي بين المغرب وفرنسا إن شاء الله، تكرار لنصف نهائي نسخة قطر 2022 إن شاء الله. إذا فرحة مغربية وإن شاء الله نعيشها باستمرار مع فرحة مصرية وفرحة جزائرية. البرغواني يبدع والألماني يودع. نتابع.